تكنولوجية جديدة دخلت عالمنا، حيث بإمكاننا التواصل مع الشبكة العنكبوتية بواسطة هذا المفتاح المعلوماتي، لأن الناظر لهذه التقنية ببلادنا يكتشف جليا أنها لم ترتقي بعد إلى مصاف الدول الكبرى وحتى المجاورة، ويلمس كذلك التخلف التكنولوجي الذي تقبع فيه الجزائر في قطاع التكنولوجيا والاتصال، وهو ما يظهر تحديدا على الشريط الحدودي الغربي للجزائر، إذ أن شبكة اتصالات البلد المجاور اقتحمت حدودنا ونافست منتوج المتعامل العمومي والخواص إلى درجة أنها اضمحلت أمام قوة تدفق شبكة الاتصال المغربية عامة ومفتاح الانترنت إنوي الذي يباع بنصف ثمن المنتوج المحلي. يعيش سكان القرى والبلديات المجاورة للشريط الحدودي مع المغرب بين انعدام كوابل شبكة الانترنت وخطوط الهاتف، وبين ضعف الإشارات الخاصة بمفاتيح الانترنت الخاصة بالمتعاملين العموميين. ما كانش 043 ميم 040 ثقيله، ما تجيك مره في الشهر، مره في العام، مره في 6 موا. نقول زعما احنا حبينا نواكبوا العصرنه تاع اليوم كما جرى تاعنا المغرب، فاتنا في هذا ميدان الاتصالات بالخصوص شبكه الانترنت. قال احنا هنا قدام بلد المجاور عندنا ريزو تقريبا غير كيف من باب العسا حتى لبني بوسعيد الزويه يخدموا تقريبا كاع بنهاد. فالسكان المحليون في المنطقة يقتنون مفاتيح الانترنت الخاصة بالمتعاملين المغاربة، والذي يباع بنصف ثمن المنتوج المحلي وبسرعة تدفق فاقت 4 ميجا، وسط غياب تام لسلطة الضبط ودون أدنى مراقبة من السلطة وضبط للسوق. منطقة ما فيهاش تغطية بشبكة الهاتف أو الانترنت، وبالنسبة للمفاتيح الانترنت نفضل أنا المفاتيح تاع الجار المغرب اللي هي مثلا إنوي، لا بليبار نستعملوا حنا إنوي هنا في المنطقة الحدودية. أولا التكاليف تاعها نوعا ما منخفضة على التكاليف تاع المفاتيح الجزائرية، وكذلك فيها امتيازات احسن من المفاتيح الجزائريه. احنا رانا زعما محرومين من هذه القضيه. كما انا نتحدث على روحي، انا نتكلم بالانوي تاع المغرب، انا نتحدث مع داوينا في الخارج الانوي تاع المغرب. نطلبوا من السلطات المعنيه انها تشوف الاوضاع نتاعنا هنا بما يخص شبكه الانترنت باسرع مما يمكن، حيث تهرب هذه المفاتيح عبر الحدود وتباع بطريقه عاديه وبإشارة انترنت قوية. أصبحت هذه الشرائح مستعملة بكثير، خاصة إنوي وجوال وغيرها. كل الشرائح المغربية أصبحت تباع بطريقة شرعية، وأصبحت تتملص منها الرقابة ولها العديد من الخطورة على خاصة على عطية المجتمع. نتصلوا إخواننا المغرب هما يوصلوا لنا غير لهنايا، ونعطيوه النيميرو تاع هذا البيس تاع إنوي وما يفليكسيونا من تما بلا ما نمشيو هكا. ولا كاين خدامه هنا يخدموا يجيبوا كيما صحاب الخبز جزائريين هذو؟ لا من بلد المجاور يخدموا الخبز، يخدموا البلاط مصاوه، يخدموا نعطيهم الدراهم كي يمشيو يشوفوا ولادهم هي يخلصوهم وتعمرنا. وكانت سلطة الضبط قد وجهت إنذارا رسميا للسلطات المغربية طالبة منها تخفيض إشارة الانترنت، وهذا عندما كان يشرف على تسييرها كفاءات. لكن الوضع اليوم والغياب التام لسلطة الضبط يعكس واقع تسييرها وعجزها عن ضبط ما في السوق. مشكلة تقنية الجيل الثالث في الجزائر